مع الدقائق الأولى تمشي لزكريا الهاشمي. زكريا الهاشمي مباشرة لمبنجي. مبنجي معه الكرة الآن. مبنجي الذي أثبت جدارته في المباراتين السابقتين، بينما كرة تبدو خطيرة. جول أول للرجاء الرياضي. الهدف الأول الخضراء، الهدف الأول العالمي، الهدف الأول يأتي بعد ارتباك في دفاعات القصيم. عبد الله الحافظي ينسل من الجهة اليمنى ويغالط الدفاعات المراكشية بهذه الطريقة. شوف ماذا فعل الحافظي، شوف ماذا فعل الحافظي. وبعد ذلك تأتي اللمسة الأخيرة، هذه الإعادة مرة أخرى، وبعد ذلك اللمسة الأخيرة فعلا تمنح الأفضلية لفريق الرجاء الرياضي في الربع ساعة الأولى. مشاهدينا الكرام، وأنس الزنيتي بالفعل من سينفذ برارو بالمناسبة يتلقى الإنذار بعد التدخل هنا في حق اللاعب زوير الواصلي. عادل كروش ومبنجي وكذلك عصام الراقي، ثلاثي الذي يقف وراء هذه الكرة، إما الكروشي بالقدم اليسرى، إما عصام الراقي بالقدم اليمنى، وحتى مبنجي، ولكن شكل الراقي الراقي سدد. جول الراقي كان راقيا في التسديد. عالمي يا رجل، صفة العالمية لا تعطى لأي أحد، صفة العالمية لا تعطى لأي فريق، صفة العالمية عندك يا الرجاء، صفة العالمية عندك يا الرجاء، والهدف يأخذ صفة العالمية يا الراقي. الله يا الراقي، أجمل ما في الجولة الثانية هدفك العالمي في مرمى حمزة بن تومي، وفرحة كبيرة في المدرجات. هذه الإعادة لجمالية اللقطة، لمتعة العين. يا سلام يا الراقي، حطها له في الزاوية البعيدة، حطها له، قالوا معلش هذه مباراتنا، هذه نقاطنا، هذه كورتنا. 2-0 للرجاء الرياضي، تهتز المدرجات مرة أخرى. إذن سنتابع لركلة حرة، هذه مناورة مراكشية عرضية. جول فعلتها الكويكا أخيرا، سجلت الكويكا أخيرا. فارس النخيل يعود، فارس النخيل يقلص الفارق عن طريق البديل يونس رشيد. هدف ربما يحفز الكوكب المراكشي فيما تبقى من دقائق المباراة. مشاهدينا الكرام، نعم تتغير النتيجة والكوكب يفعلها عن طريق البديل يونس رشيد. هنا بلمسة، شوف السقاط يرفع، ارتقاء جميل وراسية مركزة ياسين بها الحارس أو أناس سنيتي. إذا تتغير النتيجة والإثارة تحضر في الدقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة. الكوكب لم يستسلم بعد، الكوكب لم يستسلم بعد، وأمامه تقريبا 10 دقائق